وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان درس هذا المساء المبارك طور سيناء، وهو لفظ قرآني معروف يراد به شبه جزيرة سيناء، والطور في اللغة هو الجبل الذي يعلوه شجر. سنأتي للحديث عن هذا المكان المبارك المقدس من أوجه عدة كما ورد في القرآن وكما جاء به في السنة. فأما في القرآن فإن الله عز وجل قال عن كليمه موسى: فلما قضى موسى الأجل المراد به هنا ما كان بين موسى وما بين العبد الصالح، قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقد دل الحديث الصحيح على أن موسى عليه السلام أكمل الأجلين، أي 10 سنين. قال ربنا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي خرج بأهله. قد تكون الزوجة لوحدها، وقد تكون الزوجة ومن حولهم ممن جرت العادة أن يحفوا بالرجل ممن يقومون بخدمته. آنس وسار بأهله، أي متوجها من أرض مدين إلى أرض مصر. آنس من جانب الطور نارا. هذا الحديث عن طور سيناء مر عليها كليم الله عليه الصلاة والسلام عائدا من أرض مدين إلى أرض مصر، ولم يكن قد نبئ حينئذ. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. لفظ إني آنست نارا فهم منه بعض العلماء أن أهله الذين كانوا معه لم يروا تلك النار، وهذا قد تحتمله الآية، لكن من الصعب أن نجزم به. قال: إني آنست نار، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس في آية، وهنا قال لعلي آتيكم بجذوة من النار أو أجد على النار هدى في آية أخرى. المقصود أنه أتى تلك النار وهو يؤمل أحد أمرين: إما قوما يسألهم، وإما جذوة من النار يهتدون ويصطلون بها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. هذا غايته، هذا رغبته، هذا منيته. لكن الله قال: فلما أتاها لم يحصل الجذوة ولا الخبر، حصل ما هو أعظم مما يستذكره كل مؤمن. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأعطي مقام النبوة، مقام التكليم، مقام الرسالة، عطايا إلهية ومنح ربانية قل ما يؤتاها أحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يمكن أن تكون تلك العطايا إلا في بقعة طاهرة مباركة مقدسة، وهذا الذي نريد أن نخلص إليه في حديثنا عن مناسبة الآية مع حديثنا عن طور سيناء. إذن اليوم نتحدث عن أرض مباركة مقدسة طاهرة إجماعا، لأن الله قال في آية أخرى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وقال له اخلع نعليك. قال العلماء: حتى تمس قدم موسى بركة الوادي، ولا يحصل بينه وبين قدمه حائل، ما بين الوادي وما بين القدم حائل وهي النعل. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. والإنسان إذا قدر له أن يرد على منهل عذب فليستزد. المتنبي يقول في بيت شعر خالد له، يقول: ومن قصد البحر استقل السواقي، ومن قصد البحر استقل السواقي، يعني يجد السواقي قليلة وهو يريد البحر. قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقي. والعرب تقول: المورد العذب كثير الزحام. وشوقي يقول: ومن يفز بحبيب الله يأتمم. والمراد عقلا أن الإنسان إذا وطن له وقدر له أن يجاور عند الكعبة فليكثر من الطواف، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة.
ومن قدر له أن يجاور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة في المسجد، فليكثر من الصلاة في الروضة، فليأتي مسجد قباء، فليأتي شهداء أحد، فإنه لا يدري هل يتأتى له بعد ذلك أن يأتي تلك الأمكنة والبقاع الطاهرة أو لا يأتي. والمراد أن العاقل يفقه مثل هذه الأمور ولا يضيع مثل ما يلوح من عطاء الله عز وجل له. فالله عز وجل قال للكريم: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا أول خبر عن طور سيناء في القرآن بقضية موسى. قال الله كذلك في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا إخبار لما قد وقع قبل، لكن تكليم الله عز وجل لموسى عند جبل الطور تم مرتين. المرة الأولى التي تحدثنا عنها آنفا، وهو عودته عليه الصلاة والسلام من أرض مدين إلى أرض مصر، والثانية كانت بعد أن خرج ونجا موسى ومن معه وأغرق فرعون وآله، وحكم الله على بني إسرائيل أن يتيهوا في الأرض 40 سنة وهي أرض سيناء. وقع ميقات آخر زمانيا ومكانيا، قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا المكان هو نفس المكان الأول، كله عند طور سيناء. هاتان آيتان تتعلقان بموسى، إن كان بقي مزيد وقت أعود إليهما، لكن نأتي لآيات أخرى حتى نحصل على أكبر فائدة ممكنة. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: قال: وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ذكر الله عز وجل هنا 3 من أنواع الشجر: النخيل والأعناب والزيتون. النخيل والأعناب والزيتون. قال أهل العلم: هذه ال3 هي أصول الشجر وأجمعها للمنافع. هذه أصول الشجر وأجمعها للمنافع، وقلما ينتفع الناس بشجر أكثر من انتفاعهم بالنخيل أو بالأعناب أو بالزيتون. نأتي لمعنى الآية. ربنا يقول: فأنشأنا لكم، أي بالماء، جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة، أي كما أنشأنا بذلك الماء النخيل والأعناب أنشأنا به شجرة، قال ربنا عنها: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ في اللغة بكسر الصاد ما يتغير به اللون، والمراد أن هذه الشجرة المباركة يطعم ثمرها وهو الزيتون، وكذلك زيتها يصلح لأمرين: يدهن به على الأجساد ويؤتدم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادهنوا بهذه الشجرة المباركة واعتدموا بها، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يأكل الخبز به. وهذا لذلك قال بعض العلماء كما نرى في تفسير الفرقان أو في غيره أنها تصلح للاستصباح لكنه قوله للاستصباح هنا مأخوذ من قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالزيت يوضع في المصباح للاستصباح حتى تتقد فتيلته. فهنا المراد الاستصباح والمراد الاستصباغ، والاستصباغ ينقسم إلى قسمين: شيء يدهن به الأجساد وشيء يؤدم به أي يطعم. هذا خلاف الثمرة. ولهذا قال الله عز وجل: شجرة مباركة، سماها شجرة مباركة. قال ربنا عز وجل هنا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الباء هنا عند النحويين يسمونها للملابسة، ويقولون إن هذه أكمل صورة لها، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. كذلك ذكر الله عز وجل طور سنين في قوله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن
تقويم. أقسم الله بالتين، أقسم الله بالزيتون، أقسم الله بطور سينين بهذه البقعة المباركة. بعض العلماء ينحى إلى أن المراد الأماكن، وهذا المنحى نحى إليه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره خلافا لما جرت عليه أصول تفسيره، في أنه يجري آيات القرآن على ظاهرها، إلا أنه في هذه الآية لم يجريها على ظاهرها، وأبقاها على أن المراد بها الأماكن، مع أن ظاهر القرآن أنه قسم بالتين وقسم بالزيتون. قال ربنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذن عندما يكلم موسى في تلك البقعة ويخبر الله أن الشجرة المباركة أصل ابتدائها كان في تلك البقعة، وعندما يقسم الله في قصار المفصل بطور سيناء، كل ذلك يجعلنا لا نتردد أن نقول إنها أرض مباركة طيبة خلد القرآن ذكرها. الآن نأتي إلى السنة جاء فيها ذكر طور سينين في خبر عيسى بن مريم عليه السلام. أظنه مر معنا أن الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ينزل أو يخرج الدجال، ترده الملائكة إلى الشام، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يقتل الدجال بحربة تكون في يده، مع أن الدجال منذ أن يرى نبي الله عيسى ينسح. ثم إن عيسى عليه السلام يكسر الصليب، يقتل الخنزير، لا يقبل إلا الجزية. فبينما هم على ذلك كما في حديث النواس بن سمعان، إذ بأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، أي ليس لأحد بهم قدرة، وهؤلاء اتفق العلماء على أنهم يأجوج ومأجوج. والله عز وجل قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال جل وعلا في خبرهم في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يخرج يأجوج ومأجوج، والمشهور أنهم من نسل يافث بن نوح عليه السلام، كثير العدد عظيم البطش مع تسلط على العباد والبلاد. يأمر الله عز وجل نبيه عيسى بقوله حرز عبادي إلى الطور، هذا موضع الشاهد في هذا اللقاء، حرز عبادي إلى الطور. العلماء يقولون جمهورهم أن لفظ الطور إذا أطلق يراد به طور سيناء، وأقول هذا الحق الذي ينبغي أن لا يحيد الإنسان عنه في الفهم. قال بعض العلماء وحكاه القرطبي رحمه الله في المفهم إلى أن المراد طور الشام، وهذا بعيد، لكن الأصل أن الطور في القرآن والسنة إذا أطلق يراد به طور سيناء المعروف. فيقول الله يوحي الله عز وجل إلى عبده عيسى حرز عبادي إلى الطور، فيأخذ عيسى عليه السلام المؤمنين معه إلى جبل الطور. يظهر أن الله عز وجل والعلم عند الله لم يجعل ليأجوج ومأجوج سلطانا على تلك البقاع، لكنهم يمرون على الشام وهي أرض مباركة، فيشربون بحيرة طبرية، فيأتي آخرهم أي أن الجيش ما زال ماضٍ، فيقول آخرهم بعضهم لبعض قد كان في هذه البحيرة ماء، وهذا يدلك على كثرة عددهم. بعد ذلك يصيب عيسى والمؤمنين عليه السلام يصيبهم كرب عظيم، لأنهم يحصرون وتقل المؤونة، يشتد الجوع. جاء في الحديث فيكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني لا يوجد في زمن النبوة أحد يعدل ما بين رأس ثور وما بين 100 دينار، لكنه في زمن عيسى عليه السلام في الحالة التي يكون فيها عيسى والمؤمنون الذين معه قد حرزوا في جبل الطور، أحدهم لا يعبأ بالدينار، إنما يريد شيئا يطعمه، فيصيبهم كرب شديد. يدفع ذلك الكرب نبي الله عيسى إلى أن يدعو الله عز وجل عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، فيدعو عيسى عليهم. أحيانا ليس لديك إلا الدعاء، تأتي على الإنسان أحوال يقصر ما في يده ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه الأذى بشيء، اللهم إلا الدعاء وكفى بالدعاء دافعا إن استجاب الله عز وجل لك دعاءك. ولا بد أن نعلم أن أي فرد، أي أمة، أي دولة، أي أحد، أي قوم تمر عليهم أطوار،
تمر عليهم أحوال، هذه سنن لا تتبدل ولا تتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن من مضت عليه سنة فاعتصم بالله ولم يسلم نفسه لهواه وآرائه، واعتصم بهدي الكتاب والسنة كما حررنا ذلك مرارا في هذه اللقاءات المباركة، فإنه إلى النجاة أقرب. فإذا نجاه الله يغدق الله عز وجل عليه الخيرات. ولننظر الآن فيما نحن فيه من خبر عيسى عليه السلام. يدعو عيسى عليهم فيبعث الله دودا كالنغف يصيب يأجوج ومأجوج، تلك القبائل كلها في آن واحد، فيموتون جميعا فرسا موتة رجل واحد كلهم. إذا ماتوا يدعو عيسى دعاء آخر، فيبعث الله عز وجل طيرا عظيمة الخلقة فتحملهم وتلقيهم في البحار، لكن الأرض تبقى مليئة من نتنهم، فيرسل الله عز وجل مطرا، هذا المطر يغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة، في رواية كالزلقة، والمراد المرآة النقية البيضاء الخالصة. وهذا كله يجري بقدر الله إكراما من الله لعيسى والمؤمنين الذين معه. يعود عيسى والمؤمنون الذين معه يسكنون الأرض. الآن ذلك التضييق الذي مضى، الحصار الذي تم، حتى إن أحدهم لا يرغب عن 100 دينار ولا يريد إلا رأس ثور يطعمه، يتغير الحال، فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، فتخرج الأرض بركتها بإذن ربها. إذا صاحب الثمار بركة من الله فإن ذلك خير عظيم وموئل كريم، وهو اليوم يقع بصورة نسبية في مكة والمدينة، وقد يقع في بيوت الصالحين، لكنه في ذلكم الزمان، في زمن نزول عيسى بن مريم بعد هلاك يأجوج ومأجوج، يظهر في أكمل أحواله. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، ومن البقر لتكفي القبيلة، ومن الغنم لتكفي الفخذ من الناس. ما معنى اللقحة؟ الناقة الحديثة عهد بولادة تدر اللبن، هذا اللبن الأصل أنه يطعم أعداد محدودة 10-20 رجلا، فلنقل في زماننا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في ذلكم الزمن يطعم يسقي الفئام من الناس، أي قبائل من الناس. ومن البقر، أي ما كان لقحة من البقر، يطعم قبيلة كاملة. والفخذ ما دون القبيلة، ما دون البطن، ويقال فخذ بسكون الخاء. وأما إذا أردت الجارحة المعروفة فيقال فخذ بالكسر ويقال فخذ بالسكون. لكن إذا أردت أن تتكلم عن قوم دون القبيلة في اللغة تأتي بالخاء ساكنة. هذا استطراد لغوي أعانكم الله، لكن المراد البيان. هذا العطاء الإلهي يكون في آخر الزمان، له دلالتان. الدلالة الأولى أن الله مضت سنته، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التجمل. فالصبر الذي قام به عيسى والمؤمنون الذين معه في جبل الطور أورثهم بعد ذلك ما أورثهم من البركات والخيرات والثمرات، حتى أصبح الأمر على تلك الحال التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر الذي يدل عليه أن الأرض إذا أخرجت بركتها إلى هذا الحد فذلك مؤذن بقرب قيام الساعة وزوالها بالكلية، لأن الشيء إذا بلغ منتهاه انتهى. ولذلك لما أنزل الله عز وجل على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، لأن الله يخبره أن الدين قد كمل وتم. اليوم أكملت لكم دينكم. ولما قال له ربه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، علم صلى الله عليه وسلم أنه ميت عن قريب، لأن الأمر تم. فكذلك في آخر الزمان، في زمن عيسى عليه السلام، إذا الأرض أخرجت بركتها، وإذا اللقحة يحصل منها ذلك الإطعام وذلكم السقي، فلم يبق إلا أن ينتهي الأمر ويؤذن بقيام الساعة. وهذا ما يقع قريبا من بعد نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
هذا ما يقع في آخر الزمان في طور سيناء. إذن لو أعدنا القول فلوجدنا أن طور سيناء بدأ بموسى عندما كلمه الله عز وجل عنده، وينتهي بنزول عيسى بن مريم، وأنه يحرز المؤمنين في تلك البقاع. وقد مر معنا أن بعض العلماء يقول إن طور سيناء أحد بقاع 4 لا يطأها الدجال، على القول بصحة الحديث في المسند من أن الدجال لا يطأ مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا طور سيناء، والحق أن ظاهر القرآن يؤيد هذا والعلم عند الله، لكن الحديث مجمل عن طور سيناء. وقد وقعت سيناء كما هو معلوم في حكم يهود عام 67، ثم ردت في حرب 73 المعروفة هجريا في 10 من رمضان 1393 للهجرة، وما زالت باقية ولله الحمد. والمراد أن هذه بقعة مباركة اختصم فيها الأنبياء. ما معنى اختصم الأنبياء؟ ليس الأنبياء أنفسهم، إنما أتباعهم، فكل أحد من أصحاب الأديان السماوية الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى له تعلق من نوع ما بطور سيناء، وهذا بديهي، فإن عيسى عليه السلام يرغب إليها في آخر الزمان، والمسلمون يعلمون أن الله عز وجل كلم عندها نبيه موسى، واليهود أصلا نبيهم موسى، وهم يفتخرون أن طور سيناء أصلا كانت يوما من الدهر أرضا يتيهون فيها. حكم الله على بني إسرائيل بالتيه، وقد كان التيه لبني إسرائيل في طور سيناء. كل ما تقرأه في القرآن من أحداث عظام صاحبت بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر إنما كان في شبه جزيرة سيناء. لما يقول الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن والسلوى كان في جزيرة سيناء، ولما يقول الله أن موسى التقى بالعبد الصالح الخضر فقد كان ذلك بعد أن خطب موسى عليه السلام خطبة أثرت في الناس في أرض سيناء. ولما تقرأ قول الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة كان ذلك في جزيرة سيناء. وكثيرا مما تقرأه في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر كل ذلك كان في جزيرة سيناء. إذن ارتباط جزيرة سيناء ارتباط طور سنين بنبي الله موسى أكثر من ارتباطه بأي نبي غير موسى، بل إن موسى عليه السلام وأخاه هارون كذلك كلاهما دفن في أرض سيناء، كلاهما دفن في أرض سيناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبر موسى عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر، والكثيب الأحمر غير بعيد عن الأرض المقدسة، غير بعيد عن بيت المقدس، أي جهة فلسطين من أرض سيناء، جهة فلسطين من أرض سيناء، بقاع شهدت أحداث وخطوب وأيام وأنبياء ورسل وصالحون وفاسدون، ثم تبقى شاهدة على أهلها يوم يلقى العباد ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. تصفح، تدبر، تأمل القرآن، تدارسه، يجد الإنسان فيه كنوزا عدة، لكن ينبغي أن يكون المتأمل صادق النية مع ربه جل وعلا وهو يتأمل آيات الكتاب المبين، وإلا ما وقع فقط من أحداث في طور سيناء على تلك الأرض عبر الدهر وحده كاف في أن ينهل الإنسان منه ما يعينه على أيام حياته وخطوب الدهر التي يراها في زمن اشرأبت فيه الفتن وتوالت فيه المحن. وإذا أراد الله بعبد خيرا ثبته بعلم يلهمه إياه يستقيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حرز عبادي إلى الطور، هذا يقوله الله لعيسى، لا تحارب لا تقاتل، ليس لك بهم يدان. لا بد أن يعرف الإنسان أن القدرة المطلقة لا تكون إلا لله. اللهم تولنا بولايتك واشملنا برحمتك وانصرنا بقدرتك. نفي إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا
الحمد لله، عدنا إلى ما نحن فيه من الخير. الأخ نور من إيطاليا، تفضل يا أخت نور. الو. نعم حياك الله. السلام عليكم الشيخ مغامسي. نعم حياك الله، تفضلي. الله يخليك، بغيت نسألك. عندنا سفر وسفر في الباخرة، يعني تكون مشقة اليوم الأول وكذا، وعندنا 3 أيام سفر، وعندي يومين في الباخرة. يعني هل يجوز الإفطار؟ نعم يجوز الإفطار، هذا السفر رخص الله عز وجل فيه. قال ربنا: ومن كان منكم مريضا أو على سفر. فالسفر بإجماع المسلمين أحد الأسباب التي يستطيع المسلم بموجبها أن يفطر في رمضان. يعني هي سنة، يمكن يجوز رخصة للإفطار، لكن أريد سؤالي: هل يكون مثلا السفر عندي 3 أيام لكي أصل إلى البلد الأصلي، بلدي؟ نسأل يعني لو فطرت اليوم الأول هل يجب أن أفطر 3 أيام أو أفطر اليوم الأول واليومين الآخرين يمكن صيام؟ أنت مخيرة يا أخت نور، أو الإفطار يعني لك أن تصوميها كلها، لك أن تفطري فيها كلها، لك أن تصومي بعضها وتفطري بعضها. إذا انتهى اليوم الأول وقد أفطرت لا يلزم أن تفطر اليوم الثاني، ولا يلزم أن تصومي، إن شئت أفطرت وإن شئت صمت. وكذلك في اليوم الثالث، أي أنه كل يوم مستقل تماما عن الآخر. ما دمت على سفر جاز لك أن تفطري وجاز لك أن تصومي، أعانك الله ويسر الله لك سفرك. أبو عبد الرحمن من العراق، تفضل. السلام عليكم شيخي. السلام ورحمة الله. والله أحبك في الله يا شيخي، أحبك الله، حياك إلى مسجد قباء وما لقيتك، يعني لعله يكتبه الله مرة أخرى إن شاء الله. حياك الله. اي والله. شيخي، أنا جاني يعني مثل مرض الوسواس، فترة تمرضت بمرض، يعني شلون هذا المرض خلاني ألجأ إلى عبادة الله ما شاء الله، ويعني بشدة الحمد لله. كنت بعيد عن الدين وعن يعني الحمد لله كنت مؤمن، كان سببا في هدايتك برحمة الله، الحمد لله. يعني جاني هذا المرض، والحمد لله جيت إلى المدينة واعتمرت أنا وزوجتي، والحمد لله ما أخلي يروح عني لا فرض ولا أخلي يعني صلاة جماعة تروح من عندي، الحمد لله. يعني هذا من فضل الله عليك. والشاعر العربي يقول: ربما صحت الأجسام بالعلل، والفقهاء العلماء يقولون: رب من منحة في طي محنة. فالإنسان أحيانا يبتلى بشيء فيكون ذلكم السبب نفعا له، والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلعل الله عز وجل أراد بهذا المرض أن يردك إليه. نعم. الحمد لله شيخي، أنا لسه المرض ما ظل بي، بس ظليت على هذا الإيمان والتقوى، وإن شاء الله دائما أدعي أنه أبقى على هذا الإيمان والتقوى. الله يزيدك. الله يزيدك. والسؤال الثاني ممكن شيخي أسألك؟ تفضل. عن الذهب اللي موجود بالبيت، يعني لربما من كمية، لكن يلبس، يعني مو للبيع والشراء إذا كان يلبس يعني حلي وزينة، فهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا زكاة فيه. الصحيح عندنا من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وبعض أهل العلم يرى الزكاة فيه، لكن الأرجح والعلم عند الله أنه لا زكاة فيه. الأخت أم محمد من رأس الخيمة، تفضل يا أختي. السلام عليكم الشيخ. والسلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم إن شاء الله، على جميع المسلمين والمسلمات. نعم. الشيخ بغيت أسألك سؤالين. بالنسبة لنا سؤال واحد، بالنسبة أن لما يقوم أذان الفجر. نعم. فأنا سمعت، يعني أنا لما يأذن الفجر أقوم أتوضأ وأصلي، زين. فأنا سمعت يقولون لا، ما يجوز أن الحرمة تصلي إلا من بعد ما يطلعون من المسجد، يعني بعد الصلاة لما يخلصون الصلاة في المسجد يطلعون تقدرين تصلين. فهذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح، وليس لهذا القول أصل. إذا أذن المؤذن وكان ممن يتحرى الوقت كما هو معمول به الآن، فهذا إذان بدخول صلاة الفجر، ولك بعد ذلك أن تصلي ركعتي الفجر القبلية، ثم تصلين صلاة الفجر
وليست صلاتك معلقة أبدا بصلاة الرجال في المساجد، لا وقتا ولا مكانا. والصلاة طويل العمر بعد ان انا التراويح ما اروح المسجد، اصلي في البيت، وصلاتها في بيتها خير لها. فانا لما يأذن من بعدها 5 دقائق اقوم اتوضا واصلي الفرض والسنه وابتدي بالتراويح، هل هذا صحيح ولا نعم لا؟ هذا صحيح، ما دمت صليت العشاء ثم صليت بعده السنة الراتبة تشرعين في صلاة التراويح، وكذلك ما قيل في الفجر يقال في التراويح: ليست صلاتك معلقة بصلاة غيرك في المساجد. الله يطول بعمرك يا شيخ، لان خلوني صدق انا ما بين محتاره وانتظر الفجر لما يطلعون الناس واصلي، فوايد كنت يعني حابه. وعفى الله عن من قال لك هذا، لعله أراد خيرا لكنه لم يصب. شكرا. الأخ علي من سلطنة عمان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا أخ علي. خير من الله وعافية. الشيخ بسألك عن قصة يأجوج وماجوج، النهاية كانت عليها القصة عن يأجوج وماجوج. نعم القصة اللي تكلم عنها قبل شوي في طور سيناء. تسأل عن ماذا يا أخ علي عنهم؟ النهاية احنا عرفنا القصة ان في نهاية عيسى ابن مريم سوف يدعي الله وانهم راح يموتوا وكذا. يأجوج وماجوج كانوا في قديم الدهر يا أخ علي، في قديم الدهر خرجوا زمن ذي القرنين عليه السلام. ولما مر ذو القرنين قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا ما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. المشهور عند العلماء أن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام، كانوا يوم ذاك خارجون ظاهرون، فقال هؤلاء القوم الذين لديهم ضعف في عقليتهم، ضعف في فهمهم، قالوا لذي القرنين: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. واختلف العلماء في نوع الإفساد، لكن ظاهره والعلم عند الله أنهم كانوا يقتلون الناس ولا يتركون أخضر ولا يابسا. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أن يقولون لهذا الملك العظيم الذي أتاه الله الأخذ بالأسباب: نعطيك ما نعطيك على أن تكف شرهم عنا. فقال ذو القرنين لهم، أخبرهم أنه ما أتاه الله من الخير لا يحتاج معه من خراج من لدنهم، لكنه بنى سدا سماه ردما عليهم: آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة، أي نحاسا مذابا. هذا الردم الذي بناه ذو القرنين عليهم جعلهم لا ينفذون منه البتة. قال الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أي عجز قبائل يأجوج ومأجوج أن ينقبوا هذا الصرح أو الردم أو أن يصعدوا عليه، فما استطاعوا أن يظهروه أي يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبة أي أن يجعلوا فيه منفذا إلى أن يصلوا إلى مرادهم. ثم مكثوا على هذا الحال وهم الآن قطعا باقون في الأرض تحت هذا الردم، سواء توصل العلم الحديث إليهم أو لم يتوصل ولن يتوصل، يبقون على هذه الحالة حتى تدنو الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم فزعا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق صلى الله عليه وسلم بين بعض أصابعه. والمراد أن هذا الأمر وقع في زمن النبوة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام العرب لأنهم حملة الإسلام الأول، وإلا شرهم على كل أحد. ثم يأذن الله بتعاقب الأيام ومرور السنين والشهور والأعوام حتى تدنو الساعة. قال الله عز وجل: واقترب الوعد الحق. اقترب الوعد الحق أي قيام الساعة. قبلها قال أصدق القائلين: حتى إذا فتحت ما كان الله عز وجل قد جعله عليهم ردما يترك، لأنهم يحفرون كل يوم ثم يردوا ما حفروه كما كان، حتى يأتي اليوم الذي يأذن الله أن يخرجوا فيه، فيقول كبيرهم عندما يروا شعاع الشمس: نأتي غدا إن شاء الله، فيأتون غدا فيجدونه كما تركوه بالأمس، فيحفرون فيخرجون. قال الله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تصوير قرآني بليغ على كثرتهم وعظيم فسادهم، ثم يهلكون على يد عيسى بن مريم بدعائه كما بينا في اللقاء.
يا شيخ في نهاية الزمان هم راح يخرجوا، معروف نهايتهم انه راح يدعي سيدنا عيسى ابن مريم عليهم. نعم. هذا ما يجعل المؤمنين متكلين على ان نهايتهم معروفه، المؤمنين الذين مع سيدنا عيسى ابن مريم راح يقولوا خلاص ان شاء الله عيسى ابن مريم يدعي عليهم ويموتوا. ولو فرضنا ذلك لا يوجد حرج، يعني أين الحرج فيه؟ عادي. ثم إن ترى الناس الذين سيكونون مع عيسى غير الناس الذين قرأوا هذه الأخبار الآن، لا يلزم وقتها أن يتذكروا ذلك، لا يلزم وقتها أن يتذكروا ذلك، والعلم عند الله. نعم. الأخت مريم من فرنسا، تفضلي يا مريم. أمة الله من دبي، تفضلي يا أمة الله. أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت طهرت بعد أذان الفجر واغتسلت قبل أذان الظهر وأنا صايمة، يعني صح صيامي أو لا؟ نعم، الصيام صحيح. صحيح صيام. نعم، الصيام أصل صحيح قبل الظهر. نعم. السؤال الثاني، أنا كنا في بلاد برا يعني وكلنا دجاج. نعم. معناها قالوا لنا الطير عادي، إنما أسواق مش أسواق الحلال، يعني هل كنا فيه يعني خطأ وصح؟ إذا سميتم الله لا حرج، يعني عادي الدجاج. نعم. مش لازم ما حلال يعني. ما حرم عينا مثل الخنزير فهذا لا يؤكل على كل حال، وما حرم طريقة مثل بهيمة الأنعام والدواجن فإن لم نعلم كيف أهرق دمها نسمي الله عز وجل عليها ونأكل. الأخت أم نعيمة من دبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بصراحة أنا صار لي الحين من قبل يعني في المراهقة، ما أذكر تقريبا كم صار لي من أيام فطرت في رمضان يعني على الحيض، بس ما أذكر يعني كم من يوم. هي الشيء صار لي تقريبا 6 سنوات، بس ما أعرف هل هو شهر أو شهر ونص، ما أدري. وأمامك طريقتان، إما أن تكثري من النوافل وهذه الثانية وهي مرجوحة، وإما أن ما يغلب على الظن تقضيه، يعني تجعلين الأمر على غالب الظن، تحتاطي لنفسك لذمتك لدينك، ثم تقضين في الأيام المقبلات بعد رمضان إن شاء الله يسر الله لك الأمر. إكرام من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. مبارك علينا وعليكم، حياك الله. أنا عندي سؤال. أنا كنت أجريت عملية جراحية كبيرة منذ 7 أسابيع. نعم. ولكن هذه العملية لم تنجح لأن عندي التهابات ومضاعفات كبيرة، ومع ذلك أنا أصوم، ولكن الطبيب قرر بأن يعيد العملية مرة أخرى. نعم. وقبل ذلك لازم يعملوا تحاليل، وهذه التحاليل يمكن بكرة لازم أخذ دواء، ويمكن كمان العملية تكون في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان، وأنا يعني لا أعرف ماذا يجب علي أن أفعل. أولا نسأل الله عز وجل يا أختي إكرام أن يشفيك ويمن عليك بالعافية وأن يلطف بك في العملية المقبلة. لك يا أختي إكرام أن تفطري غدا استعدادا للتحاليل، أفطري ولا حرج عليك، وأجري العملية ولا حرج عليك. هذه رخص شرعية أذن الله عز وجل بها في كتابه. الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خذي غدا الدواء وأفطري وأجري العملية، واسألي الله عز وجل لنفسك أن يشفيك، وبعد العملية انظري حالك، إن بقيت أيام من الشهر وقد استرديت عافيتك صومي، إن بقيت أيام ولما بعد ما زالت آثار العملية عليك لا تصومي، ابقي مفطرة. بعد رمضان إن شاء الله تعالى ترد إليك عافيتك وقوتك وصحتك في بدنك، وبعد ذلك اقضي. أمامك
من بعد رمضان، من شوال إلى رمضان المقبل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن عليك بالشفاء. الأخت ياسمين من السعودية. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ، أنا أصلي صلاة التراويح في البيت، بس أخر الوتر بعد منتصف الليل، يجوز؟ نعم يجوز، وخيرا فعلتي، وهذا من كمال العقل ومن اتباع السنة. تقبل الله. عندي سؤال ثاني. نعم تفضلي. قبل سنتين حجيت، ويعني كملت الحج حقي، طفت طواف الإفاضة وخلصت كل شيء، بس يعني كان شو اسمه، أنا رحت مع حملة وهم لازم يروحوا يطوفوا طواف الوداع، وفي هذاك الوقت أنا كان عندي الدورة، فاضطريت إني أروح معاهم ودخلت الحرم. وما كان ينبغي لك ما كان ينبغي أن تدخل الحرم، لكن هذا أمر قد قضى، فأكثري من الاستغفار والتوبة ولا شيء عليك على الصحيح. الأخت أم أنس من العين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. الحمد لله يعني أنا حافظة للقرآن وأقرأه في كل وقت في البيت، وأنا خارجة وأنا أعمل وأشتغل في البيت، فهل يعني تعتبر ويعني أكمل القراءة في الصلاة وفي الفروض أو النوافل، هل تحسب ختمة يعني، أم لازم أجلس وألبس الحجاب الشرعي يعني؟ لأني بعض الأحيان أكون أعمل في البيت ومثلا ذراعي مشمرة أو شيء. لا حرج في هذا كله، وهذا يعد ختمة ما دمت قد قرأته على الترتيب، كل ذلك يعد ختمة ولا حرج فيه. لكن الأكمل أن لا تقرأ الختمة في الصلوات المفروضة، يعني تجعل الختمة منفكة عن قراءتك في الصلوات، يعني وأنت في العمل وأنت تراجعين في المكتب اقرأي القرآن، لكن ما تصلين به لا تعتدين به في الختمة، هذا أكمل، وإن كان بعض أهل العلم يراه. القراءة العادية مثلا وأنا أعمل. نعم. والقراءة وأنا حائض يعني هل يجوز أن أقرأ؟ إذا لم يكن من المصحف رخص فيه بعض أهل العلم. الأخت أم فارس من السعودية. السلام عليك يا شيخ. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل؟ نعم. يا شيخ، الوالد نعم السنة اللي فاتت ما صام، والسنة هذه ما صام، وخرجنا عنه الصدقة، يعني هو يدرك الصوم. الوالد كم يعني سن؟ الوالد كم سنه؟ كذا والله تعبان. إذا كان مريض صحيا فالله عز وجل قد أعذره. لا الذاكرة تروح وتجي. يعرفكم؟ لا ما يعرف. ويعرف أننا في رمضان؟ لا يعرف، أحيانا في رمضان وأحيانا لا. إذا خرجتم عنه طعاما فقد فعلتم بالأحوط، لكن إذا كان هذا حاله فلا يلزمكم أن تخرجوا عنه طعاما. أخرجنا عنه طعام السنة هذه، بس السنة اللي فاتت ما خرجنا. أخرجوا. كان حاله مثل هذه السنة؟ إذا كان حاله لا يتذكر، لا يدري أنه في رمضان، فإن الغالب مثل هذا لا يعتبر مكلفا شرعا، فلا يلزمه الصيام، وما دام الصيام ليس لازما عليه فإن ما يتعلق به من الإطعام لا يلزمه كذلك. لكن إذا كان يأتي ذهنه أحيانا ويعرف، قال بعض العلماء ينظر، فإذا كان أكثر وقته يعرف يحكم عليه بأنه مكلف، وإن كان أكثر وقته لا يعرف فلا يحكم عليه بأنه مكلف، وهذا الصواب إن شاء الله. أم عاصم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، في سورة الكهف مع قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. نعم. في عندنا 3 إرادات، فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما، فأراد ربك. نعم. شو الفرق بين ال3؟ الخضر عليه السلام من أكمل الخلق أدبا مع الله، فلما ذكر العيب والنقصان أسنده إلى ربه، قال أسنده إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، والآية صدرها وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلم ينسب ذلك إلى الله تأدبا مع الله. الأمر الثاني قال فأردنا، أراد أن يتكلم أنه شخص يوحى إليه، أراد أن يقول أنه شخص يوحى إليه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأما بالنسبة في
في الجدار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، هذا فضل محض أراده الله إكراما لذلك العبد الصالح، فلم ينسبه الخضر إلى نفسه طرفة عين، وإنما أسنده إلى الله لبيان فضل صلاح الآباء على أبنائهم. نعود للثانية حتى نحررها جيدا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. نعم. محمد من دبي، تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. رمضان مبارك عليكم. علينا وعليكم، حياك الله. عندي سؤال. أنا لما أكون في الصلاة بصلي بحاول أغمض عيني، لما أغمض عيوني بحس بأنه أنا خاشع، لما أفتح عيوني بحس أنه يمكن أنشغل يعني وحاول يا أخ محمد، حاول أن تخشع وأنت تفتح عينيك. لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يغمض عينيه إذا صلى، وهو عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن بعض أهل العلم ذكر هذه المسألة وقال: إذا غلب على ظنه أنها يعني يزداد خشوعا قالوا لا بأس أن يغمض عينيه أحيانا، لكني لا أنصحك بهذا الفعل، وإنما أبقي عينيك مفتوحتين، فهذا فيه شرف التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، واسأل الله في سجودك أن يرزقك الخشوع بين يديه. عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل يا أخي محمد. طيب أنا ماشي على العمرة إن شاء الله في هذه الأيام، فعايز أعرف الإحرام من وين، يعني من دبي هنا الإحرام من وين؟ أحرم في الطائرة، أحرم في المطار، أحرم في جدة؟ الصحيح يعني الصحيح أنك إذا وحاذيت الإحرام حاذيت الإحرام يخبرك غالبا في الطائرة، هذا موجود في الخطوط الإماراتية، خطوط السعودية وغيرها، خطوط العربية المسلمة الحمد لله. إذا قلعت الطائرة من دبي يخبرونك وأنت في الطائرة قبل أن تصل إلى الميقات أنكم ستمرون على الميقات بعد 30 دقيقة، بعد 20 دقيقة، يخبرونك أن تكون حين واحد من أمرين: إما أن تكون قد لبست الإحرام في دبي لكنك لم تعقد النية، فإذا حاذيت الإحرام تعقد النية. الحالة الثانية قبل أن يخبروك، عندما يقول المسؤول في الطائرة أننا سنحاذي الميقات بعد 20 دقيقة، تقوم من مقامك، من مكانك، من كرسيك، وتأتي المكان المعروف، ثم تلبس إحرامك، ثم تعود إلى مكانك. فإذا حاذيتم الإحرام حاذيتم الميقات، وقال المسؤول عن الطائرة ذلك وأعلنه، وهذا يقع عندها: قل لبيك اللهم عمرة. هذا الأمر بجلاء. أبو عبد الرحمن من السعودية. نعم. السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ. اللهم آمين. تفضل. يا شيخ بغيت رقم جوالك أنت. هذا عند الإخوة، غيره. بسؤال الأخ أبي عبد الرحمن وطلبه نأتي إلى نهاية لقاء هذا المساء المبارك، وقد كان اللقاء يتكلم عن طور سيناء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء وسلطانك القديم، وأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأن تغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم قد مضت العشر الأول من شهرنا، فاجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وارزقنا فيما تبقى من شهرنا العمل الصالح الرشيد، وفقنا لطاعتك، حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم برحمتك من الراشدين. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.